الماتش يومين دابا قلتي لي غادي يكون الفينال ما بين المغرب والسنغال. تبارك الله عليك جبتيها لاصقه كيف ما نعم كنقولوا. فعلا انا قلتها للاصدقاء منذ بدايه لاكان لانهما افضل منتخبين قبل انطلاق لاكان على مستوى التصنيف ديال الفيفا. بزاف ديال الناس الظاهره كانوا كيلوموا التصنيف ديال الفيفا، كيقولوا التصنيف شكلي، تصنيف فقط ترفيهي كيديروا الفيفا فقط على مستوى القبعات وعلى مستوى توزيع القرعه في الاقصائيات، يعني فقط تصنيف لا مجرد لا اقل ولا اكثر. ولكن شفنا ان التصنيف احترم وبالتالي منطقيا انا عرفنا القيمه التصنيف، لان بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا التصنيف كيبقى شكلي. لا ماشي شكلي، الان شفنا ان المنتخب الاول والثاني في افريقيا على مستوى الفيفا هما اللي وصلوا لا فينال. اذا المنطق تم احترامه بشكل كامل يعني، وفعلا ان افضل جوج ديال المنتخبات هما اللي تاهلوا للفينال. وما ننساوش ان منتخب نيجيريا منتخب قوي وقوي جدا. بزاف ديال المحللين على المستوى العالمي البارح قالوا بان ان شاء الله المنتخب الوطني العرض اللي قدم عرض خيالي امس. نعم شوف انا كنقول طالما انا كنقول انا ما عرفتش، ولكن انا كنقول على حسب رايي هذا، كنقول انه طالما انه ما تماركش لا على المنتخب الوطني لا المنتخب النيجيري، فهما فرق بجوجهم اقوياء. لانه احنا كنا كنقولوا اوكي الدفاع ديالنا، لا البارح بان الدفاع قمه الروعه، كره كانت بين الدراري مع بعضياتهم. يعني شفنا فريق ديال المنتخب الوطني والله شفناه فريق اكثر من رائع، فريق اكثر من رائع. نعم، وروح المجموعه هي الاساس بطبيعه الحال الزهراء، وهذه النقاط اللي كان كيأكدها وليد قبل بدايه لاكا. لان ما نساوش ان التصريحات ديال وليد كانت مهمه. بزاف الناس يعني ما كانوش كيعتبروها مهمه. هو ان وليد دائما كان كيأكد باش تفوز بكاس افريقيا او على الاقل توصل المباراه النهائيه خص بزاف ديال الامور تكون من غير يعني تقديم مباراه جيده، من غير الانضباط التكتيكي داخل المباراه، كاين الجمهور، كاين التفاصيل الصغيره. كيف ما قلت لك زهره ان دائما التفاصيل الصغيره، احنا كنا نقدروا نفوزوا على نيجيريا داخل الوقت القانوني، يعني ضيعنا مجموعه من الفرص، كنا غير محظوظين يعني داخل الوقت القانوني. لان منطقيا اللي خصنا نكونوا رابحين على مستوى كل الاحصائيات المباراه، كنا متفوقين ظاهره في جميع الارقام المباراه. وبالتالي فيعني كنستحقوا عن جداره واستحقاق في الشهاده ابرز المحللين ديال كره القدم في العالم، لان الارقام داخل الوقت القانوني بزاف الناس كانوا كيقولوا حنا خصنا نكونوا ربحنا في الوقت القانوني، ولكن حنا درنا كل شيء في المباراه. يعني ما كناش محظوظين، يعني وصلنا بزاف، الكره كتبغي تدخل وكتخرج، الكره كتكون داخله وكتدور كديفيا، يعني وقعوا شي حوايج اللي، ولكن الاصرار ديال اللاعبين، لان ماشي ساهل، كتكون غير محظوظ، الكره ما كتبغيش تدخل وكتبقى في نفس لا جرينتا وبنفس الحماس وبنفس المورال وكتحقق التأهل. فهادشي ماشي سهل. والبارح يعني كان عرض قوي ومباراه من الطراز الرفيع، يعني مباراه نقدر نقول لك النيفو ديالها ديال دومي فينال ديال كاس العالم، ماشي فقط لاكان. لان وخصنا كذلك نصفقوا على المنتخب النيجيري على الروح الرياضيه ديالو العاليه وكذلك وجميع العناصر المنتخب النيجيري يعني اقرت بالقوه المنتخب الوطني. صراحه انا والله المنتخبات نيجيريا، كاميرون، غيرها اللي شفتهم، تنزانيا، مالي، المنتخبات اللي لعبوا مع المغرب